السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمبادرة المغتربين في شركة الريف المصري أو في منطقة غرب المنيا، تفاصيلها كالآتي: إنه أقل مساحة حضرتك بتاخدها هي 40 فدان، لا يجوز تجزئتها، لا يجوز بيعها أو بيع جزء منها حتى بعد ما تخلص كل أقساطك وكل فلوسك وتستلم العائد النهائي. خاصة بالمغتربين خارج مصر فقط. ما ينفعش حد عايش هنا في مصر يكون يعني يقدم فيه المبادرة دي. لازم يكون معاه إثبات ما يثبت إنه عايش بره مصر ومعاه إقامة بره مصر، أو عقد عمله يعني بره مصر. التفاصيل المادية إنه الفدان $1700، وحضرتك بتسددهم بالدولار. بتدفع 5% جدية حجز و15% تعاقد، يعني 20% مقدم. الباقي حضرتك بتدفعه 80% على 8 سنوات، كل سنة 10% بفايدة 4%، فايدة متناقصة سنويا. يعني تقريبا بيزود على حضرتك تقريبا 40% من الباقي. يعني ممكن طالما 4% متناقصة ممكن توصل في الآخر إنها 3% يعني. لكن بيدفع على 8 سنين، وده شيء عظيم جدا. لكن لازم حضرتك تكون زرعت على الأقل 60% من الأرض خلال أول 3 سنوات. وبالتالي ال $1700 دول حضرتك هتدفع منهم $340 كمقدم للفدان، واقل مساحه 40 فدان. وسنويا هتدفع $170 للفدان. الارض فيها بير، فيها بعض القطع فيها واصلها الكهرباء، واصل خطوط ميه رئيسيه الى راس كل قطعه. يعني كل قطعه فيها 40 فدان وصل لها يعني محبس على راس ال 40 فدان بتوعها. وده برضو حاجه عظيمه جدا. الحقيقه انا شايفها مبادره مهمه جدا. يعني وان كانت المفروض تتفتح للناس اللي عايشه في مصر او الناس اللي بره مصر، حتى لو الدفع للجميع هيبقى بالدولار، لكن هم الحقيقه قصرينها على المغتربين بالخارج. وما ينفعش حضرتك حتى لو هتدفع بالدولار وانت عايش في مصر وشغلك هنا في مصر، ما ينفعش تقدم الحقيقه المبادره، ولا ينفع حتى تقدم باسم واحد وبعدين يبقى ينقلها باسمك، لانه الريف المصري مش هيسمح له انه ينقلها ولا يخصصها لحد ولا يجزئها ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. وبالتالي اللي الفرصه دي مناسباه، انا بس عايزه يروح ويراجع جوده التربه، لان دي حاجه انا ما اعرفهاش الحقيقه. جوده التربه وجوده المياه في منطقه غرب المنيا انا ما عنديش عنها معلومات كافيه. وبالتالي انا قلت لحضرتك شروط الريف المصري والشروط الماديه. الشروط الفنيه واجب على حضرتك بقى تروح تراجعها بنفسك، تروح تشوف الارض، تاخد معاك حد يشوف الارض، تشوف جوده الميه هناك. لانه انا سامع كده لغط كبير حول جوده التربه وجوده الميه في المنطقه دي، بس الله اعلم الحقيقه فين. في ناس بتقول كويسه وناس بتقول لا مش كويسه، ناس بتقول الميه ممتازه وناس بتقول لا ده المخزون هناك وحش، لا ده الميه مالحه، لا ده الميه حلوه. الحقيقه ما عنديش معلومه اكيده. وبالتالي ما اقدرش اقول لحضرتك عليها. كل الفكره في انه في ناس بتقول ان مثلا 1700 دولار دول مش رقم ثابت لكل الاراضي، لا الحقيقه هو رقم ثابت. حضرتك بتدفع منه 20% والباقي 10% سنويا لمده 8 سنوات. عشان برضو انا سمعت تقسيط على 4 سنين، تقسيط على 5 سنين، تقسيط على 10 سنين. فده من المعلومات الاكيده من داخل شركة الريف المصري، انه المقدم 20% وال80% الباقيين 10% سنويا على 8 سنين. ربنا يوفق الجميع اللي الفرصة دي تناسبه، يتوكل على الله، بس الاول يروح ويشوف المكان ويتأكد من جودة التربة والمية. ربنا يوفق الجميع. شكرا.